مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم عم بتشوفوا الفيديو. اليوم جيت وجبت معي فيديو كتير حلو. شو هو الفيديو؟ الفيديو هو عناية بالبشرة. اوكي، وشو كمان رح فرجيكم هدايا عيد ميلادي، لانه كتبتوا لي على الانستغرام هنا فرجينا الهدايا. اوكي، صحيح مو شي كتير، كم هدية بس حابة اشاركها معكم. اول شي شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط ماسك، والماسك الاساسي واللي عم استناه صار لي من ايمت مشان صور الفيديو وشارك النتيجة معكم، يعني نجربها مع بعض. هذا هو ماسك بيودانس، يمكن اذا قلت اسمه غلط احم صححوا لي، ما بعرف. فهذا هو الماسك الكوري. بيقولوا انه بيتغير وجهك 180 درجة، يعني بتكوني هناء بتطلعي وحدة تانية. لا عم امزح، بس هو بالاساس كيف بتعرفوا انه فيها مادة الكولاجين، انه بيقولوا انا اللي بعرفه لازم ينشرب، وفي منهم ما بعرف. بتعرفوا على فكرة ما كتير بقول انه الماسكات بتفيد، يعني بتفيد بس مو كتير. عرفتوا كيف؟ انا اللي بعرفه الشيء اللي بتاكلوه بتشربوه بفيد اكتر للبشرة، بس بدنا نجربه. وبيقولوا انه هيك بيعطي لمعة، وهيك بخلي البشرة هيك مثل جلوي، وشلون احكي لكم اياها، هيك مثل البلور، يعني بخليه صافي وحلو. هلا اول شيء طبعا بدي احط الماسك، اول شيء هاد. وبالاساس بتعرفوا شو لازم؟ الماسك ينحط المساء وتنامي فيه لتاني يوم الصبح، بس بما انه حابه اشارك الفيديو معكم قلت بصوره بالنهار. هلا بعتت اماره على المدرسه والولاد راحوا على المدرسه، وقلت هلا بخليه 4 ساعات 5 ساعات بكفي اكيد. المهم هلا رح نشوف مع بعض، رح نستعمل هاد. وفي عندي ماسك للايدين، هدول عادي يعني من اي محل بشتري، يعني في بكل المحلات. وفي ماسك للاجرين بنحطهم، وهي كمان للوجه، هي ما بدنا لانه بدنا نحط هي. عرفتوا كيف؟ انا بحب على طول هيك جيب ماسكات واحطهم بالبيت وبحب استعملهم. اول شيء بدي احط الماسك وبعدين فرجيكم الهدايا. هلا اول شيء بدنا نفتحها مع بعض. على فكره اذا الاضاءه مو كويسه ام سوري، لانه والله مشغله الضوء وفاتحه الشباك، بس عن اليوم على حظكم اليوم الجو يعني في غيوم ما في شمس. معلش بنجربها وبنشوف شو رح يصير. انتوا اول شيء شوفوا الوجه كيف شفتوا هيك، ما بعرف عم طلع حالي من هون، انتوا شوفوا هيك. هلا قبل وبعد، على فكره ما في شيء. غسلت وجهي. بالعاده انا لما بفيق الصبح بحط مرطب وفي شمس، ما في شمس لازم حط كريم الشمس. اوكي، بس بما انه اليوم حطيت ورحت بعتت اماره على المدرسه، اخذتها ورجعت جيت يا الله. شوفوا ولا حلو، شوفوا. وغسلت وجهي وهلا بدي احط الماسك. هلا رح نشوف كيف الماسك وكيف الشكل. استنوا، هي بتجي اوبا. اوكي شوفوا هيك بيجي شكله. ان شاء الله ما تنشق، هيك مبين شكله انه شلون لكم اياها مثل الجيليه. استنوا احطها قدام المرايه واجي. عم تشوفوني؟ بتلزق فورا. على فكره اول مره بجربها هي، كتر ما شفت فيديوهات وشغلات ورفيقتي نصحتني قال يا هناء جربيها، قلت بجربها. نجربها انا وياكم سوا. انا شفت فيديوهات بحطوا على تمهم كمان، بس انا ام سوري بدي اروح اشرب قهوه، ما بحط على تمي، لانه هلا بدنا نروح انا وياكم نشرب قهوه، لانه مين بده يوقف لك 4 ساعات من دون ما يحكي هيك. هلا بنجي القسم الاساسي.
هلا اهم شيء لا تخافوا مني، اوكي؟ هي انا بس هون لازم قصه من هون مشان تلزق، وقصه من هون هيك شوي، وقصه هي اللي زياده هون. استنى، هلا بعد ما زبطناها هيك صارت. عم يقولوا بالاساس هو لازم تساويها المسا، يعني تحطيها المسا لتاني يوم الصبح وبتصير هيك شفاف، يعني ما بيضل هيك لونها ابيض. بس انا مو قلت لكم مشان فرجيكم انه عم سويها بنهار، على الاقل لازم خليها 4 ل5 ساعات، تمام؟ بخليها هلا لبين ما اروح جيب بنتي اماره من المدرسه. وكنت رح ساوي معكم هالماسكات للاجرين وللايدين. بتعرفوا انا بالعاده الماسكات بساويهم المساء قبل ما انام، بحط ماسك على ايدي، على اجري، على وجهي، بحط هيك موسيقى هاديه وببرك هيك، يعني جوي هاد، يعني هيك مشان ريلاكس، كون ريلاكس يعني. عرفتوا كيف؟ بس بما انه هلا بدنا نروح انا وانتم نشرب قهوه، ما رح ساوي هدول، بساويهم المساء لحالي، اوكي؟ وشو كمان، و3-4 ساعات مشان قوم اشتغل، ساوي شغل، نظف البيت، ما عندي شغل، بس المهم يعني. ومشان فرجيكم الهدايا، بس الهدايا مو هلا رح فرجيكم، بس شوي خلي الماسك ينشف بعدين. هلا اول شيء خلينا نروح نشرب قهوه. هلا حبيت فرجيكم، صار ساعة شكل الماسك شلون صار، شوفوا. لسه قلت لكم بده من 4 ل5 ساعات، يعني العالم بتخليه يوم كامل، ليلة كاملة، بس أنا هيك. بتعرفوا على الأساس كنت رح أحط الماسك وفرجيكم الأغراض، بس عم شوف منظري هيك وفرجيكم الأغراض ما حلو، بس شيل الماسك أنا بفرجيكم بصور لكم الاغراض، اوكي؟ هلا خلينا نستنى لينشف الماسك ونشيله وبعدين نفرجيكم الاغراض. هيك هلا بعد ما شربت القهوة جهزت فطور هيك خفيف ونظيف. سلقت بيضتين وشقفة جبنة وزيتون، يمكن ما خلصهم كلهم حسب، واشتهيت عنب هيك حطيت هيك الصحن، ومعها شاي اخضر من دون سكر. هلا استنوا افرجيكم الماسك. شوفوا الماسك شلون صار نشف تقريبا، بس هون اذا بتتذكروا حطينا هيك هدول الصغار، حطيناهم وحده هون وحده هون وحده هون، هدول بس مو نشفانين، الباقي كله نشف. تقريبا بدي خليها شي ساعة و20 دقيقة تانيين، لانه مشان بدي اروح جيب امارة من المدرسة، يعني ما فيني اروح هيك لازم شيل الماسك بعدين نروح. شوفوا هيك صار. هلا الفطور هون جاهز، بدي افطر، وقبل ما اطلع من البيت بفرجيكم، لما بشيل الماسك بفرجيكم. بتعرفوا جبت الكاميرا وبركت هون بالصالون بما انه هون الاضاءة احسن، وحبيت فرجيكم. شوفوا شلون صار الماسك هون وهون. القطعة الصغيرة اللي حطيناها تحتها هي اللي ضلت بس ما نشفت. لازم عم طلع على حالي على فكرة، لازم اخليها ساعة تانية، بس مثل ما قلت لكم بدي اروح جيب بنتي من المدرسة، ما فيني استنى. هلا رح نشيلها مع بعض ورح نشوف النتيجة. شوفوا شلون، شوفوا. بس على فكرة يعني مو مزعجة ابدا. شوفوا شوفوا شكلها شلون، شلون صارت. تتذكروا بالاول ما كنت اقدر احطها على وجهي لانه كانت هيك، يعني كانت عم تتقطع بالايد، بس هلا شوفوا شلون صارت. اتركونا من هي هلا لانتو شوفوا شلون صار. هلا التجربة مع هالماسك حلوة، مو قصة ما حلوة، بس ما بعرف يعني اتس اوكي، بس مو مثل ما بيحكوا بيقولوا واو. يمكن هلا من الكاميرا ما عم شوفها كويس، هلا لازم اروح اشوف على المراية. استنوا اشوف حالي على المراية واجي، اوكي؟ شوفوا عطى لمعة، ويعني ما بعرف حبيت، يمكن يعني حلوة التجربة، بس يعني
ما مثل ما بيحكوا بيقولوا انه يعني بيغير وبيساوي افتح وبيساوي البشرة، يعني ما بيخلي فيها شيء. نو ما في هيك شيء، كمان البشرة نفسها. بس يمكن تعرفوا شو، مع الاستمرار، مو مرة واحدة لازم الواحد يستعملها او مرتين او ثلاثة، يمكن كل اسبوع مرة او كل 3 ايام مرة بتفيد اكثر. هيك ما بعرف، ان شاء الله حبيتوا. واذا انتم مجربين من قبل هالماسك اكتبوا لي بالتعليقات واعطوني رايكم بالتعليقات. ما بعرف اذا في فرق ولا لا، انتم هلا اكيد بتعرفوا احسن مني، ببين من عندكم. وهلا تعوا قبل ما قلكم تعوا، انا بدي روح حط شويه مرطب وواقي شمسي وشويه شغلات هيك، يعني عنايه، اكمل العنايه وبعدين اجي افرجيكم الاغراض. تمام؟ اغراض عيد ميلادي، هدايا عيد ميلادي. طبعا رحت كملت العناية، حطيت سيروم وحطيت بس واقي شمس، يعني ما حطيت شيء تاني، وحطيت خدود وحمرة خفيفة وبس. يعني لا والله ما اكذب عليكم، حطيت كحلة جوات العين، هيك صار. ما بعرف شلون، يعني ما حطيت كريم اساس او شيء تاني، لا بس واقي شمسي. وهلا بدي فرجيكم الاغراض. شو هن الاغراض؟ نبلش بهدية حبيب، شو رايكم؟ او لا نخلي هديه حبيب بعدين. افرجيكم هديه اماره بوس قلبها. انا حاطه اغراض، من الاغراض انا اللي اشتريت لها اياهم. حاطط لي هالدفتر وهالقلم من اغراضها بالبيت، وحاطه هالبارفان كمان انا اشتريت لها اياهم وهي حاطط لي اياهم. حاططهم هيك، كانت جوات علبه وكاتبه هي، شوفوا شو عامله، راسمه موم، راسمه كل العائله. ما بعرف اذا عم يبين ولا لا، شفتوا؟ راسمه صورتي وصوره حبيب وهي ورشيد وحسني. وهون كمان شو كاتبه، كمان عامله قلب، كمان راسمتنا كلياتنا. شوفوا هيك عامله رسمه، وهي بدي اخبيها، يعني بدي احطها جواتها الدفتر واستعمل هالدفتر اكتب فيها ملاحظاتي والفيديوهات اللي بدي اصور لكم اياها. وشوفوا هالقلم. طبعا هدول مثل ما قلت لكم الاغراض اللي اشتريت لها اياهم، هي راجعه عطتني اياهم. وشو عم بتقلي بعد ما عطتني الهديه وقالت لي انه كل عام وانت بخير، عم بتقلي امي رح تشتري لي دفتر مثل هذا. قلت لها ليش؟ قال لانه اعطيت دفتري اعطيتك اياه. قلت لها اوكي. وكثر يعني تقولي ما عندها دفاتر بالبيت، مليان من هدول الصغار وكبار. ونجي على هديه رشيد وحسني، هن كمان كانوا بالعلبه، بس انا فتحت العلبه وعلى اساس والله ما كنت رح اشاركها معكم لو ما كنتوا تقولوا لي يعني هنا شاركيها معنا. هاي عطر للجسم وحمرة هيك، جايبين 2. وجايبين هالكحلة وهالقلم، نفس القلم اللي بستعمله بس لون اكشف فاتح هاد. وهالقلم بشحور، يمكن قلم جوات العين هيك، مو يمكن اكيد، حتى هلا حاطه منه. حلو خلص، حلو هديه. معلش الهديه ما لازم ما نحكي على الهديه، بس اولادي يعني عم احكي مشان هيك. وهي ما فتحتها بصراحه، بس هاتوا نفتحها نشوف شو هي. هي انا اللي فهمته يعني هيك انه مشان تمسحي المكياج. ما فتحتها على فكره يعني ابدا، هيك شفتها وما فتحتها، بس افتحها مشانكم. ما ساعة ما بتنفتح، والله ما بتنفتح، ما قدرت افتحها. بتعرفوا شو هدول مشان هيك تمسحي المكياج فيهن، عندي منهم. وهي كمان نفسها. والشغلة الحلوة شو بتعرفوا، انه الها هيك مشان تحطيها جواتها تغسلي فيهن، يمكن تحطيهم بالغسالة او تخبيهم جواتها، والله ما بعرف. المهم معها هالكيس وهدول، لانه هدول اذا بتستعمليهم فيكي تغسليهم، يعني متعدد الاستعمالات، عرفتوا هيك. حلوة. ثانك يو حسني عند رشيد، شكرا. ايه، ونجي على هدية رفيقتي ريم، جابت لي هالهدية. هي هلا انتم بتشوفوا الشكل شلون كان، لانه فتحت الهديه وبعدين تعالوا افرجيكم شو. هي ساعه من مايكل كورس، شوفوا هيك
الساعة كتير كتير حلوة، بس الساعة لازم صغرها كبيرة على ايدي، باخدها على محل الساعات وبصغرها. شوفوا هيك حلوة كتير كتير كتير. شكرا حبيبتي ريم، مزوقة رفيقتي ريم. هي ريم نفس اللي ساوت الكيك تبع العيد ميلاد، هي نفسها. هدية حبيب شو جاب لي؟ على اساس مو قلت لكم قبل بيوم نحن صورنا تصوير، هو قال لي هنا شو بدك اجيب لك؟ يعني قلت له ما بدي شيء، يعني خلص نحن احتفلنا بين بعض وقطعنا الجاتو ويعني نحن سوينا تصوير، ما بدي شيء. كان عندنا مشوار بعد نفس يوم العيد ميلاد، والله نفس يوم نزلت لكم الفيديو 26/1. قال لي هناء تعي بدنا نروح، كان عندنا مشوار، رحنا على المشوار. بعد ما خلصنا المشوار قال لي هناء تعي بدنا نروح على السنتر. قلت له شو ما لازمنا شيء؟ قال تعي نتمشى بنطلع لنا على اغراض. قلت له اوكي. امنا دخلني اخذني على يس. قال لي هو طلع الشغلات، قال انت طلعي لك على شيء شغله انا بدي اشتري لك اياها. قلت له جد ما بدي. قال لي يا هناء بما انه اليوم عيد ميلادك لازم تنقي شغله وانا رح اخذ لك اياها. المهم بعدين دخلت ودورت، شفت هالبيجامه اخذتها، هيك لونها ابيض ساده بس مكتوب عليها هون يس بالالماس، وبيجامتها هيك كمان ابيض. ما بعرف المره اخذت لون ابيض، كان في اسود وكان في ابيض، اخذت ابيض هيك بس البسها بشي فيديو بتشوفوها. واخذت تحت طبقت عليها هيك هالتيشيرت هيك مشان البسها تحتها، مشان يعني اذا فتحت قدامها هيك. ما بعرف الاغراض هيك كانوا والفيديو هيك كان. صح قبل ما انسى، هلا بدي اياكم تروحوا في مقطع فيديو تروحوا تشوفوه. رفيقتي ميساء ساوت لي مفاجأة، جابت لي كيك. هي قالت لي بمناسبة وصول قناتي ل 26 متابع، يعني صرنا 26 شخص على هالقناة، 26,000 شخص. اي والله فاجأتني وجابت لي كيك، وبما انه عيد ميلادي وعيد زواج كله مع بعض يعني حبت تحتفل ويعني تجيب لي الجاتو. هلا مثل ما قلت لكم ميساء عملت لي مفاجأة، جابت لي جاتو بمناسبة وصول قناتي ل 26,000. طبعا هي صورت على قناتها فيديو بالتفصيل، انا هيك بس حبيت حط لكم مقطع صغير. بحط لكم رابط قناتها باول تعليق، بتروحوا بتشوفوا الفيديو بالكامل عند ميساء. وبرجع بقولها شكرا كتير حبيبتي ميساء، كانت احلى مفاجأة. بتشكرها من هون كتير كتير حبيبتي ميساء، شكرا كتير كتير على المفاجأة الحلوة. وبتشكر كل حدا تذكرني بكلمة حلوة واتصل فيني وهناني بعيد ميلادي بعيد زواجنا. بتشكركم كلياتكم على تعليقاتكم الحلوة. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، وان شاء الله الفيديو اليوم هيك يكون حلو، هيك تكونوا حبيتوه. واكتبوا لي بالتعليقات شو حابين تشوفوا فيديوهات على القناة. ولا تنسوا بحبكم كتير كتير، ولا تنسوا كمان تكتبوا تعليق حلو مثلكم وتحطوا لايك، وإذا مالكم مشتركين تشتركوا. وشو بقول؟ بقولكم باي باي.